غير ليبيا جيراننا الكل هزوا ولو مرة كأس افريقيا الأمم، كأس تحلم به كل بلاد في افريقيا. اما 2004 وقت اللي تونس استضافت الكان جات الفرصة اللي نستناو فيها سنين. الكان في بلادنا والجمهور ورانا والامل عايش في كل دار. نصور كرتاج تحت قيادة المدرب العالمي روجيه لومير اللي درب ابطال قبل ما يجي لتونس، جاي مش باش يضيع الوقت اما باش يخلي بصمته وباش يكتب تاريخ جديد. ومعاه جيل ذهبي: علي بومنيجل، رياض البوعزيزي، زياد الجزيري، سليم بن عاشور، حاتم طرابلسي، كليتون وسانتوس. انسيتي سيدتي سادتي، هذه قصة كان 2004. عام 1978 والأول مرة في تاريخها تونس تترشح لكوب دي موند، ومن أول طرح يكتبوا التاريخ. ولو أول منتخب عربي وإفريقي اللي يربح ماتش في الكوب دي موند بعد ما ربحوا المكسيك 3-1. وبالرغم من خسارة 1-0 ضد بولونيا، تونس شدت روحها ضد ألمانيا الغربية وفي الماتش بنول 0-0. وبالرغم من أداء أكثر من مشرف، تونس خرجت من الكوب دي موند. أما هذا شعل الأمل عند المنتخبات العربية والإفريقية اللي حست أني قادرة تربح ولا حتى تترشح من دوري المجموعات. أما للأسف لازم نستناو برشا قبل ما نصور قرطاج ينجموا يهيمنوا عالميا وخاصة قاريا لين جاي القرن 21. بعد مشاركته في كوب دي موند 98 و2002 المنتخب التونسي تطور برشا، وهذه حاجة باهية خاطر كان قاعدة تقرب في 2004 وتونس هي البلاد المنظم. وقبل ما نحكيو عليه في تقديري واحدة من أفضل نسخ الكان، تحضيرات كانت طيارة برشا على خاطر من مونديال 2002 حتى الأكتوبر 2003 ما خسروا حتى طرح، واللي باش يوقف الستريك هذه هو طرح أميكال ضد اليابان. قبل ما تبدأ الكان 2004 نحكيو على منتخب تونسي يخوف: نول 1-1 ضد فرنسا والبرتغال في مقابلات ودية، وانتصار ضد السويد 1-0. هذه بداية نجاح مدرب تونس جديد روجيه لومير اللي ربح يورو 2000 وكوب كونفدرالية مع الديك الفرنسي، وكان المدرب المساعد في كوب دي موند 98. صحيح المنتخب الفرنسي في 2002 تحت قيادة لومير كان فضيح وين خسر 3 راح الكل في كوب دي موند من غير ما تمركي حتى بونت. ماناش نحكيو على اي منتخب، نحكيو على منتخب فرنسا المرشح انه يهز كوب دي موند العام هذاك، واللي متكون من زين الدين زيدان، باتريك فييرا، تيري اونري، بوتي، بارتيز، تريزيغي وغيرهم من الجوارات اللي يعتبروا من الجيل الذهبي تاع كرة القدم. اما روجي حاجة اخرى مع تونس، ووقت كي نشوفوا الجينيراسيون نتاعو شنو قاعدة تعمل، زوز ماتش نول، واحد ضد المغرب واحد ضد فرنسا، ربحة كونتر السويد. وصول كرتاج كيما عادتهم ينجموا ديما يقفوا قدام منتخبات اللي على الأوراق نجم تكون أقوى منهم، وزيدا ينجموا تو يعملوا على الاتاكون تاعهم الجديد لاعب اف سي سوشو البرازيلي فرانسي لاودو دو سانتوس اللي تم تجنيسه ديسمبر 2003 قبل بشهر من بداية الكان. كي نشوفوا أداؤه مع اف سي سوشو نجموا نقولوا إلي سانتوس من أحسن الانتدابات. أما حاليا تحضيرات نتاع الكان في نسختها 24 قاعدة تصير في تونس، واللي متوقع أنه تكون بدايتها آخر جان في 2004. ماتشين باش تكون في 6 استادات: استاد 15 أكتوبر بنزرت، استاد بن جنات مستير، استاد طيب المهيري صفاقس، استاد الأولمبيك متاع سوسة، استاد الأولمبي المنزه، وأكبر استاد في تونس اللي يرفع 60,000 مشاهد استاد 7 نوفمبر راتس. كما أي نسخة متاع كان، نسخة 2004 كان فيها برشا مرشحين على الأوراق وبرشا أوتسايدرز. نبداو بالكاميرون اللي ربحت النسخة اللي قبل، فيناليست متاع كوب كونفدرالية والمصحوبة بإفكتيف كاسح ومكتمل، على رأسهم النجم سامويل إيتو، وخاصة زادت تعرفت وقتها بزوز تونو بوما اللي بانتهم الفيفا. الأول المريول فيه سون مانش وربحوا به كان 2002، والثاني تونو وين المريول وشورت لاصق بعض وحضروا به في كان 2004. من المشاركين زاد السنغال فيناليست كان 2002 ووصلوا للربع النهائي متاع كوب دي موند 2002 رابحين فرنسا، اما خسروا ضد تركيا. ايكيب باب ديوب ولامين داتا لازمها توفي بوعدها وتحاول تتوج الانجازات متاع العامين اللي فاتوا بجائزه قاريه. واحده من المنتخبات المرعبه هي نيجيريا، متكونه من اوكوشا، كانو، ياكوبو، اوداموينغي، اوتاكا. عندهم من اقوى ليزاتاكوم تاع الكان. النسور الخضر تاع التسعينيات اختفوا صحيح، اما نيجيريا ديما يكون عندها افكتيف متكامل في الكان، دونك بالطبيعه يتحسبوا من المرشحين. هذم اكبر 3 مرشحين في الكان، وهما اكثر منتخبات في فورما واكثر تشكيلات يحكيوا عليهم مدربين المنتخبات الاخرى. اما بالطبيعه في الكان المنتخبات ديما تتحول. باش نحاول نسمي في ساعه المنتخبات اللي تنجم تطمع في الكوب زيت: مصر اللي مسانسين في فينالات الكان واللي هزتها عام 98، المغرب اللي في الكاليفيكاسيون ربحت 5 ماتشات على 6، افريقيا الجنوبيه اللي خرجت الكوت ديفوار اللي فيها وقتها ديدي دروك، الجزائر، غينيا وحتى مالي متاع فريدريك كانوتي ينجموا يصنعوا المفاجاه ويخلطوا المربع الذهبي. وتونس بالطبيعه اللي تلعب في اراضيها لازمها تلعب بالقدا قدام جمهورها اللي عمره ما فرح بالكان. تونس تحت في واحده من احسن المجموعات، مجموعه ا اللي فيها رواندا، غينيا والكونغو الديمقراطيه. في اول طرح لتونس استعمل روجيه تشكيله 4-3-1-2 وين مناري ونفتي اللي يلعبوا ميليو ديفونسيف يطلعوا في الاتاك باش يعطيو اكثر حلول، وقت بيناتهم
بناء الهجم. تكتيك بسيط اما افيكاس. وبالتشكيله هذه بدات المباراه الافتتاحيه اللي كان 2004 تونس ضد رواندا. في الدقيقه 26 بعد خطا على سانتوس وسليم بن عاشور اللي اختار انه يلعب في سعل الجزائري. La frappe et la voilà l'ouverture du score. C'est l'homme que l'on a vu depuis le début de la partie, le plus en vue, Jaziri. وفي وسط الفرحه بالهدف واحتفال الجمهور، رواندا ما سهلتش الامور، بالعكس قويت الريتم. وفي الدقيقه 31 تحصلت على ضربه حره اختيار اللي وفات في شباك بومنيجل واللي خلى رواندا تعدل النتيجه وتسكت الجماهير التونسيه. بالرغم من هيمنه واضحه من تونس مع شويه كونتر اتاك اختيره من رواندا، الا انه المحاولات الكل ما جابت حتى بونت. لين جات دقيقه 55 هروب الجزيري بعد توش تلعبت في ساعه، اما الديفونسور ترمي على الجزيري لعل عجبو الكرابون ولا ما نعرفش شنو الحكايه، واللي تحصل على الورقه الصفراء الثانيه واللي تسبب في طرده من الملعب. ضربه حره مباشره من سيق بن عاشور لاعب البي اس جي لسيق سانتوس الاتاكون التونسي البرازيلي اللي ما يرحمش. في الدقيقه 59 بعد كونتر اتاك تونسي يتيح بن عاشور في منطقه الجزاء ويتحصل على الورقه الصفراء الثانيه لخاطر الاربيتر يسخاب ويمثل، واللي يعني طرد واحد من اهم جوارات التوانسه لمده على الاقل ماتش. بالرغم من هذا الكل والمحاوله من الشيرتين وفي الماتش فوز تونس 2-1. في الماتش الثاني ضد كونغو الديمقراطيه روجيه يقلب التشكيله ل4-2-3-1 ويختار انه ما يشاركش سانتوس والجزيري. وبالرغم من التغييرات الكبيره على التشكيله الا انه تونس ربحت باكبر نتيجه حققتها في الكان 2004 بعد ما تحصل مهاجم نيوكاسل الاختير لوا على ورقه حمراء بعد مناوشها مع المناري واللي خلاه يخسر اعصابه ويتنرفز. اما هذه خلقت واحده من اجمل اللقطات نتاع الكان 2004 وين لومير يهدي في لوا. تشاهدوا فيها الروجي لومير يهدي في اللاعب الكونغولي لاعب نيوكاسل. بعد تونس قاعد تلعب على راحتها. في الدقيقة 54 بعد توزيع من لاعب اياكس الأسطورة حاتم الطرابلسي اللي ضاعت من يدين الجارديان وترجع في سياق القناص سانتوس. هدف الأول دوس سانتوس يا سيلفا. في الدقيقة 64 بعد هروب وتوزيع أخرى من الأسطورة جي في سياق دو سانتوس اللي طمع وحاول يضربها مقصية أما ضيعها وجيت في راس براهم اللي حطها في الجول. باي باي كينشاسا، باي باي فيتا كلوب كينشاسا. وانتهت بالثالث في الدقيقة 86 بعد باس عند خوفمان اللي جات عند المهاجم التونسي سانتوس. والثالث من سيلفا. ورسميا تونس ترشحت للثمن النهائي من غير حتى ما تكمل الطرح الثالث اللي وفيه بتعادل 1-1 هدف بن عاشور اللي رجع من ورقة حمراء. عاشور يلعب كرة سانتوس لبن عاشور، بن عاشور سدد الهدف الأول والهدف الأول سليم بن عاشور. في الجروب بي وعكس كل توقعات مالي ترشحت الأولى على السنغال واحدة من المرشحين للتيتر اللي تعادلت كونتر أضعف إيكيبا على الأوراق بوركينا فاسو. جروب سي وجروب دي هما زوز اللي خذوا اسم جروب الموت واللي فيه أكثر منتخبات قوة. من شيرها عنا الكاميرون بطل النسخة اللي فاتت، مصر، خواتنا الجزائرية والزيمبابوي. حرب حصلت بيناتهم مربع مع أول مفاجأة في التورنوا في الجورنيه الثانية في طرح الجزائر ومصر سكور 1-1 وفي الدقيقة 86 الجماهير هبلت بعد الطرح وضمنت الكاليفيكاسيون نتاعها. الكاميرون والجزائر ترشحوا للثمن النهائي. بالطبيعة كانوا فما اطراح تحفونين برشا كيما الكاميرون والزيمبابوي اللي فيه 5-3 واللي تمركا فيه 6 بونتوات في نص ساعة. والاهداف كانت موجودة في الجروب دي زد ما بين المغرب نيجيريا وجنوب افريقيا. ديجا من اول مواجهة المغرب ربحت نيجيريا 1-0 وفات تصدر المغرب للمجموعة نتاعها وراها نيجيريا. برغم انه تونس جات الاولى في البول نتاعها كان من المنتظر انه تقابل منتخب ساحل، اما لقات قدامها العملاق السنغالي في استاد 7 نوفمبر المعروف تو باستاد حمادي العكربي قدام 60,000 مشجع. هذا اخي بسيناريو يمكن تتخيله كي تجي الاول في الجروب نتاعك وقدام ايكيبا وصلت للربع النهائي في الكوب دي موند. روجي رجع للتشكيله الاولانيه ودخل الرياض البوعزيزي صاحب 30 سنه لاعب الكيبه هذه والله ما عرفتش كيفاش نطق التركي. وهوني انا كملت خدمتي باش نخليكم مع احسن معلق في العالم العربي وزميلي عصام الشوالي. اصدقائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه هي درة المتوسط في مركب 7 نوفمبر برادس. اونري كاميرا لاعب ولفرهامبتون يلعب كوره بالراس خطيره ومرت سليمه من الطف الله. يريد ان يقصي روجي لومير مره ثانيه والفرنسي يقول هذا يومي ويومك. تمشي جزيري بالراس سدد وعاليه من توني سيلفا في الركنيه. والنفطي يلعبها لبن عاشور. بن عاشور اليوم نحن في حاجه ليك ويلعب كره سانتوس وخطيره وجزيري. لا ضربه جزاء. ماذا الحكم رفع الرايه المساعد ناري لكن تطول عليه. محاوله اخرى من المنتخب التونسي والحكم يقول العب. الحاجة فيوف يعني كثرها، يحب المخالفات في كل مكان. وكورة في الجزاء للجزيري بالراس المناري والهدف الأول جوهر المناري يا نارها 1-0 من جوهر المناري في 20 دقيقة. من سينفذ المنتخب السنغالي؟
علي سيسي. عندنا ايضا حاجه ديوب، كرة مقابلة بومنيجل، يمشي كرة تضرب في الجدار، كرة ما زالت صعبة، ما زالت تختير على منتخب تونس، والتسديدة مرة ثانية حاجة ديوب يسدد عالية في تماس و90 دقيقة. ماذا أضاف الحكم بالسسبانس؟ التشويق على آخره. كرة تمشي من حبيب باي في التماس، رمية جانبية ترجع من راس المنتخب السنغال، بالراس خطيرة، فرصة ومرت. الدقيقة الأخيرة، ما أتولك يا دقيقة، لم نحس بطولك إلا هذا المساء، لم نحس بثقلك إلا في هذا المكان. تمشي كرة طويلة بالراس، رشحها يا جعايدي والتسديدة، يا الله ما عادش ترجع السنغال، الحمد لله ما عادش ترجع السنغال. ما أحلاك يا جعايدي، ما أروعك يا بدرة، خلاص صفرها، أنهاها تونس في النصف النهائي، تونس في النصف النهائي. مبروك مبروك مبروك، فعلوها النسور، حلقوا وطاروا بأسود الترنجة خارج البطولة. أما السنغال ما هي إلا البداية في الطريق للجحيم، خاطر تونس تقابل من بعد المنتخب النيجيري اللي خرج المنتخب الكاميروني بقيادة إيتو اللي ماركا بونتو هو وجيجي أوكوشا، وأوتاكا كمل الثاني للنيجيري. الفيناليست متاع كان 2002 السنغال والكاميرون خرجوا من المسابقة وتوا ليت الكومبيتيسيون محلولة أكثر. من الشيرة الأخرى غينيا شدت صحيح مع مالي 1-1 حتى الدقيقة 91، وين مالي قاعدة تدز باش ماركي الثاني حتى اللي نجات شوطت مامادو جاغا اللي غلطت الجارديان. وآخر ماتش هو دربي من بين المغرب والجزائر، وحسب الأداء نتاعهم الزوز في دوري المجموعات كل سنة في طرح صفون برشا، وهيك اللي اثبتوا جواد الجزائري بالمقاسية اللي ماركاها، اما الغيت بسبب خطأ صار قبل البونتو. قعدت البريسيون تكبر في الطرح شوي بشوي لين وصلنا للدقيقة 84. شيو عايز يبص ويلعب كرة عرضية على شيو، تتلعب غلطة جول، جول الجول بغلطة او الغلطة بجول على طول لجواد، وعنده خطر، هو جول هيجيب جول، وكرة عرضية جول هيجيب جول، هما جول مش ممكن، جول قاتل. الملعب هيولع تاني، هتجي استلم وعدى خطر، هتجي هو جول هيجيب جول ويحطها جول جميل للاعب جميل. اللاعب ده مش ممكن، يوسف حجي مش ممكن، مجهود فردي ومهارة فردية، كل شيء فردي يا راجل. تسللة تعمل هجمة مرتدة في نص الملعب فاضي، وجوه جول، هو جول هيعدي راسه، جول هيجيب جول جوه جول خلص الماتش. جواد زايري بمهارة واقتدار والهدف الثالث من الكونتر اتاك. مش ممكن اللاعب ده لاعب كبير جواد زايري، لاعب سوشو الفرنسي، وخلصوا الماتش المغرب. وصلنا للمربع الذهبي، مغرب ومالي كانت عليه هايب كبيرة. الاندر دوغ المالي اللي خرج ووقف قدام اصعب المنتخبات من جيرة الاخرى المغرب اللي تحب تترشح لثاني فينال لها بعد اللي ربحته عام 1976. من الاخر طرح كيس برشا والناس كل سنة فيه. باهي ما تصورنيش نتيجة العريضة هذه في المربع الذهبي، أما هذا يعني اللي المغرب ترشحت للثاني فينال له وباش تقابل تونس ولا نيجيري اللي عندها على الأوراق أقوى أتاك في كان 2004، وتاكا على اليسار وداموينجي على اليمين، نوانكو كانو أتاكون الأرسنال كراس حربة، والآيكون نمرو 10 أوكوشا. من الشيرة الأخرى لميغ ما بدل تقريب شيء في الوصفة الرابحة نتاعو، خاصة ثلاثي الميليو اللي وقف السنغال، وفضل أنه يبدأ بشادلي على بن عاشور. إذا لحظات ودقائق وتنطلق المباراة بين تونس ونيجيريا، وهو الدور النصف النهائي الأول. الطرح كان تكتيكيا كيسح برشا، نراو بعض الفرص الاختيار المشاركين أما غير أهداف، برغم أنه كان نظمة في تونس إلا أنه الحكم كان صعيب برشا معه، وين نحى بونتو سانتوس على الفوت المشكوك فيها هذه، وفي الميتون حتى بونتو مشاركين أما ببريسيون كبيرة برشا على جواري تونس. ودخلنا معناتها عندنا رينيون تكنيك، معناتها مشي يقول لنا كيفاش تبدلوا التكتيك، كيفاش تلعبوا كيفاش تلعب. أنا ما حكيوش معايا جملة وما حكيتش معاه وما شفتهمش. دخلت ديريكت الفيستير وين ندوشوا، جبت حاشاكم سيجار وقهوه فلتر. والله يا جعفر القهوه قتال، اقسم بالله كي نتذكرها القهوه الرد اللي شربتها. وهم كملوا الرينيون نتاعهم واحد، ومن بعد خرجت نلقاهم اللاعبين كلها حاضر باش تخرج. واحد جبت مريولي لبسته، هزت روحي ومشيت. رجيل عمر مسكين عملك قالوا شبيه هذا فزتوا معلوله من الوقت. خلي سيبه ذكر هذا الشوط الثاني، لقاء تونس ونيجيريا، والجمهور التونسي ايضا في لقطه معبره جدا، في لقطه رائعه جدا، يتغنى بنشيد الوطني ويشجع فريقه في هذا اللقاء الحاسم في هذا الشوط الثاني الفاصل.
تمشي الكانو يلعبها خطيره لاوكوشا، اوكوشا يوزع بالراس يخرجها بومنيج اللي مهدها لوديتزي وعاليه عاليه من 14. الوصيه للمنتخب الوطني التونسي. كرة في تنفيذها خوزي كلايتون يلعب كرة ترجع بالراس، فرصة ضاعت في موقع مناسب جدا. لين جاء دقيقة 65 وين كانوا هرب الديفونس التونسي وتحصل على بينالتي المشكوك فيها هذه، وهذا مش كلامي كان انا برك. ما لمسوش حقي، ما لمسوش لا من قدمه ولا من شيء ثاني. هذه اللقطة شوف، لا مش معقول تكون بهذه الطريقة على كل ضربة جزاء. اوكوشا يتقدم باش يشوط ويماركي، اما الاربيتر يقول له عاود بسبب الجري نتاعو قبل الشوط، دونك اوكوشا يعاود يتقدم ويماركي في الجهه المعاكسه للبومنيش. وبالرغم من البونتو هذا الا انه تونس قاعده تحاول. عادل مررها يا كريم، وكريم يوزع وبالراس ترجع صادق بعاشور عاليه. زيكلايتون يرفع كرة، أين الراسية؟ الجزيري بالراس، لا يا سانتوس، لا يا سيلفا. جزيري بن عاشور يلعب كرة بوعزيزي وتوصل الجزيري ضربة جزاء بينالتي ليس بعد يا نسور نيجيريا، ليس بعد تحلق في أرض الخضراء. وهنا نحبكم تسمعوا الفيرسيون تاع الكابيتانو خالد بدر. تبدا خاسر انا زيرو وفي بلادك قدام 63,000 وعندك 10 ملايين البر يعلم بهم ربي كيفاش عايشين الوضع هذاك. انا نخمم في الجمهور، نخمم في الشعب التونسي اكثر من اللي نخمم في الماتش، نخمم في اللي مشي رواه يبكي، نخمم في امي، نخمم في خواتي، نخمم في صحابي. باز يلزمني نشوط، ما عندي حتى خيار. البيلانتي انا مشيت بحث البنك نمشي نشرب في شربة ماء، وقت اللي جبت دبوس الماء مش نشرب الماء ما حبش يهبط. ونبيل معلول وانا هي مازالت مخنوقه لهنا، ونبيل معلول يقول لي يا معلم هيا حضر روحك مش شوت انت يا بابا. البيلانتي قلت قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. هو كان كمل زاد طريف انا كملته 60. انا حبيت نجيب سورة ياسين اخشيناهم فهم لا يبصرون ونمشي شوي حتى نمدلوا في دي تتعدى. حديث زين يا بدرة طبيعي جدا تستمع هنا الا لكلمة واحدة، يا رب. بدرة يا رايع، عدلها بدرة، فتحها بدرة. يلا يا اولاد، هذه النهائي، هذه هي مباراة النهائي. برافو يا بدرة. ومع زفيرة الحكم تنتهي المباراة وتعلن على ضربات الترجيحية، وهون كل تونسي يتفرج مهما كان في استاد ولا البر يدعي يهزز يديه الفوق وكلمة واحدة تعاود، يا رب يا رب. هذه هي الأجواء. إذن ركلات الترجيح في لقطات معبرة جدا في وسط الملعب. المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري تلاوة القرآن الكريم في هذه اللحظات وفي كل وقت مهم جدا ونافع جدا. ما أصعب هذه اللحظات وما أطول الانتظار. بدرة هو اللي يختار المرمى اللي يسدوا فيه، سيكون في نفس المكان اللي سجل فيه بدرة هدف التعادل. إذا تفائل بهذا المرمى، يقوم بدوره المعنوي مع لاعب مؤثر في ركلة الترجيح، الحارس بومنيجل. هكذا تنادي الجماهير و60,000. اللقطة الأولى بدرة مع فانسون إنياما. بدرة يتقدم، بدرة وهدف رائع يا خالد، شجعهم يا خالد. هذا على فكرة صوت الجمهور. تاكا مع بومنيجل، احترف في لانس الفرنسي. اوتاكا وعدلها بكل قوة نيجيري. الركلة الثانية سانتوس في المرمى. النجم السالونيك اليوناني، اللاعب القادم من نسور نيجيريا. كورة صدها بومنيجل. ليس بعد 2-1 للمنتخب التونسي. عماد المهذبي، نياما يركز، المهذبي جول يابو. بومنيجل في المرمى. 3-2. الرابعة بالعاشور. جول
في المرمى في المرمى ضيعها وريحنا. ستربح دعاء 200 مليون عربي. وديتزي وبومنيجل وديتزي في المرمى. بحبي ليكم وتحاوري معكم واحترامي ليكم لن أقدر في هذه اللقطة الخامسة. 3 سيسدد من المنتخب التونسي رقم 3 كريم حقي. جول! فاينل نهائي. مبروك للنسور. الكرة أنصفتكم، العدل كان موجود. كريم حقي خلص على السوبر جريناجرز. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. المنتخب التونسي يمر للمباراة النهائية. وبينالتي لاعب النجم الساحلي حقي توفى مباراة من أقوى المباريات اللي لعبتهم تونس في تاريخ، وهزها للفينال وين باش تقابل المغرب. قبل ما نمشيو الفينال فنعرفش لو كان لاحظتوا ولا اما جواريت تونس الكل شاطوا على اليسار، وحتى مرة الجارديان ما جات المخ ويقول لا بالله خنجرب نترمي على اليسار. فينال عربي بين الأخوة تونس والمغرب اللي كانت عندها ايكيب محترمه، نور الدين نايبات، يوسف حاجي، مروان شامخ، طليل القرقوري، وليد الركراكي. مدرب المغرب حاليا، وتونس تفتقد الكابيتان نتاعها الراجل اللي قاد الديفونس وماركا بونتو الترشح نتاعها بسبب كثره البطاقات الصفراء. هذا باش يكون ثالث فينال تلعب فيه تونس بعد فينال 1965 وين تونس البلد المستضيف للكان خسر قدام غانا 3-1، وفينال 96 اللي خسرت فيه تونس ضد جنوب افريقيا البلد المنظم. وفي 14 فبراير 2004 الشمس تضيء استاد 7 نوفمبر برادس اللي جمع اكثر من 60,000 مشاهد، والبرة 10 مليون اخرين يتفرجوا في اللحظه التاريخيه هذه، والكل تدعي يا رب انصرنا يا رب فرحنا. الناس كل سنه في اول لقب قاري والنجمه الاولى في مريول المنتخب. صفيره الحكم تعلن على ضربه بدايه المباراه ومعها بدايه تونس تاتاكي. نجم ترى اللي تحس في روحها مرتاحه اكثر. اتاك ورا اتاك لين جت دقيقه 5 وين توزيعه من عند نفطي. كره عاليه وبيتابع ابن جول جميل. ورد يهتز بالفرحه، لاعبين تعنق في بعضها، ناس فرحانه بالهدف الاول واللي قربها انها تهز هي الكان. وقاعده تونس تحاول وسط منتخب مغربي مازال مش مستوعب ايش يصير، اما للاسف حد ما نجم يماركي البونتو الثاني للنصور ويخلي الناس تطمئن ان تونس باش تهز الكان. وبالطبيعه اكثر قاعده معروفه في الكره تبقى نهارتها، اللي ضيع يقبل. خطر يوصل للخط منطقه خطوره كره عاديه هيجيب جول جول جميل. يوسف مختاري نموذج يا جماعه. الحق البونتويت هذه ديما تاثر على الجوارات، وبرغم من ذاك الجماهير قاعده تشجع في تونس لانه في الميتون الاول بنتيجه 1-1 بعد برشا تحفيز من المدرب وتغيير في التكتيك من عند لوميغ. تنطلق بدايه الشوط الثاني. سقط له دو سانتوس ولعبها فعلا دو سانتوس، لكن يلعبها له دو سانتوس ثاني حلوه هتاخدها تكمل ويلعب كره عرضيه برشا خطره جول. متابعة حلوة. هو زياد جزيري. جملة تكتيكية من اثنين لعيبة كلايتون ودو سانتوس. ابتدت ضد واحد خطر يروح هو جول التسلل. لا ما فيهاش تسلل لكن هو حسب التسلل خد رجله الثابتة لكن ما اداش فاول. تتلعب هجمة مرتدة 1 ضد 1 دو سانتوس. عدى دو سانتوس خطرة وعلي كده الأربع دقايق فاتوا أعتقد كان صفر وقبلها والفرحة تونسية ومبروك لتونس. كأس أفريقيا لتونس للمرة الأولى. مش قادر أوصف لحضراتكم الفرحة هنا عاملة إزاي من الجماهير اللي بيقع في الأرض، اللي بيغمى عليه، اللي بيرفع العلم، اللي بيعيط. كل ده موجود في الملعب هنا في ملعب رادس في أجمل فرحة تونسية. تونس كتبت التاريخ. في 2004 ما كناش نحن المفضلين أن نربو كأس أفريقيا لا على الأوراق لا في كلام الناس. طحنا مع أقوى المنتخبات وخرجناهم مش بالصدفة، أما بروح وقلوب جوارات حبت تونس وحبت تفرح الشعب نتاعها. الحق أنا ما كنتش في الاستاد وقتها، ما حسيتش بالقاعة تهتز وقت كي يصيح الجمهور، وما سمعتش صوت الجماهير وهي تحتفل بالبونتو الأول. أما كي رجعت الفيديوهات حسيت كل دمعة كل فرح كل لحظة كأني كنت واقف معه. الفوز هيك ما كانش مجرد كاس، كان إثبات اللي تونس ما تحققش أسامي كبيرة باش يقف قدام أقوى المنتخبات. واحنا ماشيين أول كان 2026 رجع لي نفس الإحساس. ماتش البرازيل فكرني بالعظمة اللي في دمنا، اللي ما نخافوش من حد، واللي التاريخ ما يكذبوا كان اللي يحلم واللي يقاتل. ولعل المرة هذه ما عادش باش نحكيو على الأمجاد، يمكن المرة هذه باش نكتبوها من جديد.
كان مازلت تتفرج في الفيديو لتو ما يعطيك الصحة ساعة. سامحوني كنت الفترة اللي فاتت كلها لاهي في برشا حاجات، اما بقدر ربي تو رجعنا. نحب نشكر العباد اللي عطات بقشيش وعمري ما حكيت عليه على خاطر ما تسحقش باش تعطي اي حاجة. الكونتينيو نتاعي بقدر ربي شو قديمة بلاش ومتاح للناس الكل. مع هذا تنساوش اشتراك لايك. كان عجبكم الفيديو قولوا لي في الكومنتات. كان عندكم موضوع نحبوا نحكيو فيه ولا لوج عليه قولوا لي زاد في الكومنتات ولا جوست تعطي رايك. يعطيكم صحة الناس الكل. تشاو.